الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفه مميزه جدا لصينيه البطاطس بالفراخ. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا بصل وفلفل احمر، هحطهم كده مع بعض في الكبه واطحنهم. بعد ما طحناهم هنفضيهم كده في الطبق اللي هنحط فيه التتبيله. هحط عليهم معلقه كبيره هريسه اللي احنا عملناها في البيت مع بعض قبل كده، وعليهم عصره ليمون كبيره، ومعلقه كبيره دبس الرمان، وهحط كمان معلقه عسل نحل هتدي تيست عالي قوي للتتبيله، وكمان هحط عصره خل كده صغيره. نيجي بقى للمنكهات، الملح حسب الرغبه، وسبع بهارات، وفلفل اسود، وكزبره ناشفه، وبابريكا، وتوم باودر، وزعتر، واوريجانو. عندي التتبيله كده جاهزه، اقلبها كويس. عندي هنا الفراخ منقوعه ومغسوله كويس قوي بالملح والخل والدقيق، وعامله لها فتحات كده بالسكينه. طبعا اي جزء في الفراخ تقدري تحطي لها التتبيله ديت. لو انتي مستعجله عليها تقدري تشتغلي فيها بعد ساعتين 3، بس انا بالنسبه لي هسيبها من بالليل للصبح. بعد كده بقى اقول لكم طريقه تسويتها ازاي مع البطاطس. مرور ليله كامله الفراخ في التتبيله. عندي هنا طاسه على النار فيها معلقه زبنه على زيت وفيهم فصين مستكه. هنزل بس كده بالفراخ تاخد صدمه من كل الجناب. الفراخ عندي خدت صدمه من الجنبين، هنزل عليها بشرايح البصل مرشوش عليه رشه فلفل اسود، وكمان البطاطس حسب بقى السمك اللي انت حباه، ده السمك اللي انا مقطعاه بيه. والصوص اللي انا كنت نقع فيه الفراخ هنزل بيه بقى عشان اديهم تقلبتين، وبعد كده افضيها في صينيه تدخل الفرن وتكمل فرن. انا فضيتها في الصينيه، هدخلها بقى الفرن لمده ساعه او ساعه وربع حسب كل واحده والفرن بتاعتها، او حسب ما الفراخ بتاعتك تستوي والبطاطس. وبعد كده بقى اطلعها لكم بشكلها النهائي. شكلها النهائي بعد ما استوت عايزه اقول لكم بجد طعمها وريحتها تحفه، اكيد الشكل بيتكلم عن نفسه. يا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم مسافات تانية جديده.